السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض الجزء التاني للبلوفر. الجزء التاني ده هيبقى عبارة إن احنا هنكمل مع بعض الجزء البليسي في البلوفر، وكمان هنكمل مع بعض الكم هنعرف ازاي نعمله مع بعض، وكمان الياقة بتاعة البلوفر. تابعوني ويلا نبدأ. ورجعت لكم تاني والبلوفر معايا بقى بالشكل ده كده. انا ارتفعت بالدور يعني كام دور بالاصفر، وبعديها كملت باللون الزهري. انتي ممكن تشتغلي نص البلوفر بعد خلاص ما عملنا فتحة الدراع، ممكن تشتغلي نص البلوفر باللون الاصفر ونصه باللون الزهري، دي حاجة ترجعلك، مفيش اي مشكلة خالص. وكمان ركبت الزراير زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا اشتغلت في البلوفر ده من اول ما عملنا فتحة الدراع، اشتغلت بعديها 23 سنتي، ولسه عندنا كام سنتي، حوالي 4 أو 5 سنتي هنشتغلهم، بس هنشتغل فيهم الجزء البليسيه اللي هو هيبقى في الجزء ده كده. فزي ما احنا شايفين كده، ده بقى معايا الشكل ده كده للبلوفر. تمام، هنبدأ مع بعض نكمل الجزء بتاع البليسيه بالشكل ده كده. انا نهيت اخر دور عندي، ودلوقتي هنبدأ نعمل الدور اللي هو هيبقى اساس غرز البليسيه بتاعتي. هنبدأ، دي خلاص اخر غرزة عندي انا اشتغلتها، هبدأ ان انا اعمل سلسلة، وبعديها في كل غرزة ظاهرة عندي زي ما احنا شايفين كده هعمل حشو. كل غرزة من الغرز بتاعتي اللي انا اشتغلتها فوق كل عمود خلفي وعمود امامي هعمل حشو بالشكل ده كده. بالشكل ده كده لحد نهاية الدور. وصلت لكم تاني واخر غرزة عندي في الدور، هبدأ ان انا اعمل فيها حشو بالشكل ده كده، واروح على اول غرزة عملتها في الدور واسحب خيط وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنبدأ نستخدم إبرة مقاس 4 مليمتر، احنا كنا بنشتغل ب4.5 مليمتر، هنبدأ نستخدم إبرة مقاس 4 مليمتر عشان نشتغل الجزء بتاع البليسيه. أنا هرتفع دلوقتي ب10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. تقدري تشتغلي اكتر من كده بالسلاسل، ده الجزء ده هو هيبقى الجزء اللي احنا هنشتغل فيه البليسيه. لو انت حابه يكون اعرض من كده هتزودي في السلاسل، لو حابه ان هو يكون اصغر من كده هتقللي في عدد السلاسل. ال10 سلاسل دول انا هسيب اول سلسله فيهم وهدخل في تاني سلسله على طول وهشتغل حشو، تالت سلسله برضو حشو بالشكل ده كده. هشتغل في 9 سلاسل حشو عندي بالشكل ده كده، فوق كل سلسلة غرزة حشو. تمام بالشكل ده كده. اخر غرزة هعمل فيها حشو. تمام. بعد كده عندي الغرزتين اللي بعديهم زي ما احنا شايفين كده، اول غرزة هدخل فيها وهعمل منزلقة، تاني غرزة هدخل فيها وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. بعد ما عملت 2 منزلقة هبدأ ان انا الف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهدخل في الغرزة دي على طول. انا هسيب الاتنين منزلقة وهدخل في اول غرزة عندي في ال9 سلاسل وهعمل فيها حشو بس في الحلقة الخلفية. يبقى انا عندي حلقتين، ادي اول حلقة وتاني حلقة هدخل هعمل حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. 1. تمام. تاني غرزة هدخل وهعمل حشو في الحلقة الخلفية. 2 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده، ادي 8 وادي اخر غرزة عندي وهي رقم 9 بالشكل ده كده. هبدأ هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي برضو بالشكل ده كده،
وهدخل في الغرزة على طول. اول غرزة عندي هدخل في الحلقة الخلفية وهعمل حشو. تمام، اتمنى الفيديو يكون واضح بالشكل ده كده. الحلقة الخلفية المهم ان انا لازم يكون معايا التسع غرز اللي انا ببدأ فيهم في كل دور، ببدأ وبنهي بيهم يكون معايا التسع غرز، لا ازيد من 9 ولا اقل من 9 بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هبدأ ان انا ادخل في الغرزة دي على طول اللي بعدها وهعمل منزلقة، والغرزة اللي بعديها كمان هعمل منزلقة. تمام، وهلف الشغل بتاعي. احنا مش بنرتفع هنا سلسلة ولا اي حاجة، احنا بنرتفع هنا بس في نهاية الدور. تمام، هتجاهل الاتنين منزلقة بتوعي وهبدأ ادخل في اول غرزة عندي في الحلقة الخلفية. تمام، بالشكل ده كده هدخل في اول غرزة عندي في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين، وهعمل حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و9 اخر غرزة عندي. تمام، هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبرده في الحلقة الخلفية هبدأ ان انا اعمل حشو. وبعديها زي ما احنا متعودين الغرزتين اللي بعد كده هنعمل فيهم منزلقة. نلاحظ ان احنا دي الغرزة اللي احنا اصلا بنشتغل فيها. تمام، الغرزتين اللي بعدهم على طول بنعمل فيهم منزلقة. 1 2، وبنلف الشغل بتاعنا وبنتجاهل الاتنين منزلقة اللي احنا ارتفعنا بيهم اللي احنا اشتغلنا فيهم في الدور، وبنبدأ نشتغل عادي خالص. في كل غرزة عندي في الحلقة الخلفية بنشتغل حشو بالشكل ده كده. ودلوقتي هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهكرر بنفس الطريقة بالظبط. فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية بنشتغل غرزة حشو لحد اما نوصل للغرز اللي هي بتاعة الحشو دي، وبنعمل في الغرزتين دول منزلقة بالشكل ده كده. هنكمل. بعد كده الغرزتين اللي عندي دول هشتغل فيهم منزلقة. 1 2، وهداير الشغل بتاعي بالشكل ده كده، وهشتغل برضو مش هشتغل في الاتنين منزلقة اللي انا عملتهم، هدخل في الغرزة على طول بتاعت اخر غرزة حشو انا انتهيت بيها، وفي الحلقة الخلفية هعمل حشو بالشكل ده كده. اهم حاجة ان احنا نبقى محافظين على التسع غرز بتوعنا بتوع الحشو في كل دور، في اول الدور وفي نهاية الدور بالشكل ده كده. ونلاحظ ان احنا بس بنرتفع سلسلة لما بنبقى
في الجزء ده لما بنبقى في الناحية دي قبل ما نلف الشغل بنرتفع سلسلة، لكن الاتنين المنزلقة اللي انا بشتغلهم احنا مش بنرتفع بعديهم سلسلة خالص. تمام بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وهكرر نفس اللي انا اشتغلته في الادوار دي. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ تمام. انا هكرر بنفس الطريقة لحد اما اوصل للجزء ده ويبقى عندي سلسلة او يعني يبقى عندي غرزة حشو او غرزتين باقيين، او ما يبقاش عندي غرزة. هنتعلم ازاي ان احنا نقفل الجزئين ببعض في الجنب ده. انا هخلص بقية الادوار عندي، بقية البلوفر هشتغل بيه بنفس الطريقة. تمام. وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي في الدور هعمل فيهم منزلقة بالشكل ده كده. اخر غرزة عندي هعمل فيها منزلقة، وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده، واشتغل برضو في الحلقة الخلفية حشو في كل ال9 غرز زي ما احنا عملنا في بقية الدور. بالشكل ده كده فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبرده في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين هشتغل حشو بالشكل ده كده. واخر غرزة عندي، ودلوقتي خلاص مفيش غرز تاني هعمل فيها منزلقة. هعمل منزلقة فين؟ هعمل منزلقة في اول غرزة انا اشتغلت فيها السلاسل بالشكل ده كده. هدخل بالابرة بتاعتي هسحب خيط وهعمل منزلقة. تمام. ودلوقتي هنقفل مع بعض الجزئين دول بغرزة منزلقة. هبدأ ان انا ادخل في الغرزة اللي عندي. تمام. دي طبعا ال9 غرز بتوعي اللي انا كنت بادئه بيهم الدور. 9 غرز دول انا اشتغلت فيهم في الحلقة الخلفية، فدلوقتي هشتغل في الحلقة الامامية عشان اوصل الجزئين دول ببعض. هبدأ ان انا ادخل الابرة بتاعتي وهدخلها برضو في الغرزة اللي قدامها في الحلقة الامامية، وهسحب خيط وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. هبدأ ان انا تاني غرزة عندي عملت منزلقة. هبدأ ان انا تاني غرزة هدخل الابرة بتاعتي، وادخل الابرة بتاعتي برضو في الغرزة اللي قدامها على طول. تمام. في الحلقة الامامية وهعمل منزلقة. هدخل في تالت غرزة عندي بالشكل ده كده، وفي الغرزة اللي قصادها على طول في الحلقة الامامية. تمام. وهعمل منزلقة. هدخل في رابع غرزة عندي بالشكل ده كده منزلقة. خامس غرزة، سادس غرزة، سابع غرزة، تامن غرزة عندي، وتاسع غرزة عندي هبدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده. وبعدين هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي، وبقت معايا بالشكل ده كده.
ورجعت لكم تاني بعد ما قصيت الخيط بتاعي وبقى معايا بالشكل ده. الخيط ده طبعا هندريه بإبرة التنظيف مع بقية الخيوط اللي هي من الداخل. اي خيوط زيادة عندنا هنحاول ان احنا نداريها بإبرة التنظيف. لو انت حابة تداريها دلوقتي مفيش مشكلة، حابة في اخر الشغل خالص في اخر ما نخلص البلوفر تداريها برضو مفيش اي مشكلة. في الفيديو ده ان شاء الله هنستخدم نفس الخيوط اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات، خيط هيمالايا افريداي بالثلاث الوان اللي احنا عملناهم. هنستخدم كمان، مش هنستخدم نفس الابره اللي احنا استخدمناها في الفيديو الاولاني. احنا في الفيديو الاولاني استخدمنا مقاس 4.5 ملم، وكمان استخدمنا مقاس 4 ملم للجزء البليسيه اللي احنا عملناه في نهايه البلوفر. في الفيديو ده ان شاء الله للكم هنستخدم ابره مقاس 4 ملم، وده هنستخدمها في الجزء الاوف وايت والاصفر، وابره مقاس 3.5 ملم ودي هنستخدمها في الجزء الظهري كله لحد الجزء بتاع البليسيه. حابه اقول لكم كمان ان مقاس الكم اللي انا عملته من اول ما بدات الدور الاوف وايت، انا اشتغلت دور اوف وايت وكام دور من الاصفر وكمان كملت الباقي بالزهري. حابه اقول لكم ان انا قست المقاس من اول الفتحه هنا، من اول حرده الابط او فتحه الدراع لحد طول الكم بتاعي، وطلع معايا 31 سنتي. نفس القياس اللي انا قسته برضو من الحردة دي لحد نهاية البلوفر طلع 27 سنتي، فهو طلع حوالي الكم اكبر من المقاس ده ب4 سنتي، وهو ده المقاس المناسب للطفل اللي انا بعمله البلوفر. ودلوقتي هنبدأ مع بعض نوصل الخيط بتاعنا بإبرة مقاس 4 ملم. هنبدأ نوصلها عادي خالص زي ما احنا اتعلمنا في الظهر لما كنا بنشتغل ونغير الألوان. هنبدأ نوصلها قبل بالشكل ده كده، يعني قبل الغرزتين بتوعي دول بالشكل ده كده. هبدأ ان انا ادخل الابرة بتاعتي وهسحب خيط بالشكل ده كده. بعد الفراغ احنا هنوصل الخيط بعد اول غرزتين بعد الفراغ، وهنبدأ نعمل 2 سلسلة، وهنبدأ بعد كده الاتنين عمود اللي عندي دول امامي هبدأ ان انا اعملهم خلفي بالشكل ده كده. 1 2 والاتنين عمود خلفي هبدأ ان انا اعملهم امامي زي ما اشتغلنا في بقية البلوفر بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. والاتنين امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده. اتنين امام اتنين خلفي هعملهم امامي، سوري، واتنين امامي هعملهم خلفي بالشكل ده لحد اما نوصل لحد الفراغ بتاعنا، الفراغ ده تمام. عشان هنوصل الجزئين دول ببعض هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني واخر غرزتين اشتغلتهم عندي واتبقى عندي الفراغ ده اللي انا كنت اشتغلت فيه 2 عمود سلسلة، 2 عمود في الجزء التاني عشان اقفل الغرزتين مع بعض، اقفل الجنبين مع بعض بتوع فتحة الدراع. هبدأ ان انا ادخل جوه الفراغ ده بالشكل ده بالابرة بتاعتي، وهجيب الفراغ التاني وهدخل فيه من الناحية دي كده. انا مش هدخل فيه من هنا، انا هدخل فيه من ورا كده، وهسحب خيط وهعمل غرزة حشو تمام. وهكمل عادي خالص. انا اتبقى عندي اخر غرزتين، انا اخر غرزتين انا اشتغلتهم هما عمود خلفي، فالغرزتين دول انا هشتغلهم امامي بالشكل ده كده. وهقفل بغرزة منزلقة في اول عمود انا اشتغلته بالشكل ده كده تمام. هبدأ ان انا اطلع سلسلة وهقص الخيط بتاعي. خلاص احنا اشتغلنا بس دور باللون الاوف وايت تمام، وهنشتغل الدور التاني باللون الاصفر. هبدأ ان انا اوصل اللون الاصفر بتاعي زي ما احنا اتعلمنا بالظبط. هعمل عقدة وهدخل في الغرزة دي مثلا من فوق كده تحت الحلقتين عادي. هسحب الخيط بتاعي اي غرزة انا عاوزاها، يعني ده مش هيفرق في اي مكان تمام. وهبدأ ان انا ارتفع سلسلتين، هبدأ ان انا اشتغل عادي خالص. اللي جاي عندي 2 عمود امامي هبدأ ان انا اعملهم خلفي بالشكل ده كده.
وبعديها 2 خلفي هعملهم امامي، وبعديها 2 امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده عادي خالص. هنشتغل زي ما احنا اشتغلنا في الادوار اللي فاتت. انا هكمل كده لحد نهاية الدور وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل غرزة الحشو اللي انا عملتها، هما اخر غرزتين عندي قبل غرزة الحشو، هما 2 عمود خلفي. هبدأ ان انا اعملهم امامي بالشكل ده زي ما احنا متعودين، فوق كل 2 عمود امامي 2 عمود خلفي، فوق كل 2 عمود خلفي 2 عمود امامي. وهكمل عادي خالص. غرزة الحشو اللي عندي دي انا هتجاهلها تماما، مش هعمل فيها اي حاجة. هدخل بعديها في ال2 عمود امامي عندي وهعملهم خلفي بالشكل ده كده. يبقى انا غرزة الحشو مش هشتغل فيها تماما، تمام بالشكل ده كده. وهكمل عادي خالص. وبعدين عندي 2 عمود خلفي هبدأ ان انا اعملهم امامي بالشكل ده كده. وهقفل بمنزلقة في اول عمود بالشكل ده كده، وهرتفع 2 سلسلة وهبدأ هشتغل عادي خالص. الاتنين اللي جايين دول عندي 2 عمود خلفي هبدأ ان انا اعملهم امامي بالشكل ده كده. وهكمل لحد اما اطلع بالادوار باللون الاصفر زي ما انتوا حابين. ارتفعت بعدد الادوار الاصفر نفس العدد الادوار اللي في البلوفر. لو انتوا حابين تزودوا عدد الادوار اللي بالاصفر مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجعلك. بعد ما هخلص الادوار بالاصفر هبدا ان انا اوصل الخيط الزهري بابره مقاس 3.5 ملم، وهشتغل بقيه البلوفر، بقيه الكم بتاع البلوفر بدون اي تناقص ولا تزايد خالص. فوق كل 2 عمود خلفي 2 عمود امامي، وفوق كل 2 عمود امامي 2 عمود خلفي. انا هكمل لحد ما اوصل للجزء ده، وهوصل لكم قبل الجزء بتاع البليسيه هنعمله سوا. ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت بالادوار. انا كنت عملت معاكم اخر حاجه دور اصفر، بعديها كملت بقيه الادوار بالدور الاصفر لحد ما انا عاوزه ارتفع، او لحد ما انا ارتفعت في الكم التاني بالظبط. وبعدين اشتغلت بابره 3.5 ملم في الجزء الظهري كله، واتبقى معايا اخر غرزتين بالشكل ده كده. اخر غرزتين معايا هبدأ ان انا اعملهم، هما 2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده. وبعدين هقفل باول غرزة في الدور بمنزلقة بالشكل ده كده، وهرتفع سلسلة واحدة. وهبدأ في الدور ده ان انا ابني دور من الحشو عشان اعمل الغرز البليسيه بالشكل ده كده زي ما عملت في الكم التاني بالظبط. فهبدأ ان انا اعمل دور من الحشو، بس هنحاول ان احنا هنعمل تناقص عشان نقلل شوية الكم. فهبدأ اول غرزة عندي هعمل فيها واحدة حشو، الغرزتين اللي بعد كده هعمل فيهم تناقص. دخلت سحبت الخيط من واحدة، هدخل اسحب الخيط من التانية، وهطلع من التلاتة مرة واحدة، وبعدين واحدة حشو، وبعدين الغرزتين اللي بعدهم تناقص بالشكل ده كده، وبعدين واحدة حشو وواحدة تناقص وواحدة حشو واحدة تناقص بالشكل ده كده. هكمل لحد نهاية الدور، واحدة حشو وواحدة تناقص. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي في الدور انا اخر حاجة عملتها هي تناقص. اخر غرزة عندي هعملها حشو عادي خالص، وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده في اول غرزة انا عملتها حشو. وبعد كده ارتفع ب10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هبدأ ان انا اسيب اول سلسلة وهشتغل في السلسلة اللي بعديها على طول وهعمل حشو. كمان السلسلة اللي بعديها على طول حشو. انا عملت 10 سلاسل، سبت اول سلسلة بس من ال10 وهشتغل في ال9 كلهم حشو بالشكل ده كده.
اتمنى ان الفيديو يكون واضح. واخر غرزة معايا في الدور وهي رقم 9، هشتغل فيها حشو برضو، وهدخل في الغرزتين اللي عندي وهعمل منزلقة بالشكل ده كده زي ما احنا اشتغلنا في الجزء اللي هو في نهاية البلوفر. زي ما احنا عملنا فيه برضو هنبدأ ان احنا برضو نعمل نفس الطريقة في الكم. تمام، هبدأ ان انا الف الشغل بتاعي بالشكل ده كده. طبعا الاتنين منزلقة اللي انا اشتغلتهم في الدور مش هعمل فيهم اي حاجة خالص. هبدأ ان انا ادخل في اول سلسلة عندي من التسعة، اول غرزة عندي في 9 غرز في الحلقة الخلفية وهعمل فيها حشو. ادي واحد، تاني واحدة عندي في الحلقة الخلفية هعمل فيها حشو، 2 3 4 5 6 7 8 واخر غرزة عندي وهي رقم 9. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل برضو في الحلقة الخلفية، دخل الابرة بتاعتي وهشتغل حشو بالشكل ده كده. 3 4 5 6 7 8 واخر غرزة عندي وهي رقم 9. بعد كده هروح لغرز الحشو بتاعتي الغرزتين دول وهعمل فيهم منزلقة. دي اول واحدة وادي تاني واحدة، وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده. وهكمل برضو في كل غرزة من الغرز بتاعتي في الحلقة الخلفية هعمل حشو بالشكل ده كده. انا هفضل هكمل بالشكل ده كده لحد ما اوصل لنهاية الدور. ورجعت لكم تاني واخر غرزتين عندي في الدور هبدأ ان انا اشتغل فيهم في الحلقة الخلفية زي ما احنا اشتغلنا في بقية الادوار بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا هقفل بيه منزلقة، مش هقفل في سلسلتين في الغرزتين اللي عندي في الدور زي ما احنا عملنا في بقية الادوار، لا انا هقفل في اول غرزة انا عملت فيها ارتفاع السلاسل بالشكل ده كده. هسحب خيط وهعمل منزلقة وهضم الناحيتين على بعض بالشكل ده كده، وهدخل في كل حلقة عندي بالشكل ده والحلقة الامامية اللي تليها بالظبط كده، وهسحب خيط وهعمل منزلقة. ادي واحد، ادي 2 بالشكل ده كده. يعني هدخل في الحلقة اللي عندي دي اللي هي اصلا الحلقة اللي انا كنت اشتغلت فيها، وهدخل في الحلقة الامامية في الناحية التانية. 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 بالشكل ده كده، ادي 8 وادي اخر غرزة انا اشتغلت فيها رقم 9 بالشكل ده كده. زي ما احنا بدأنا ب9 سلاسل اشتغلنا فيهم برضو هننهي بمنزلقة في 9 سلاسل. هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده، وبقت معايا بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا الكم التاني بالشكل ده، هو نفس طول الكم الاولاني بالظبط اللي انا كنت اشتغلته. تمام كده بقى معايا الكم والبليسيه في نهاية الكم زي البليسيه بالظبط في نهاية البلوفر، بقى معايا بالشكل ده كده. ورجعت لكم تاني وبعد ما خلصنا الكم التاني وعملنا الجزء بتاع البليسيه بالشكل ده كده، اتبقى عندنا دلوقتي الجزء بتاع الياقة اللي احنا هنعمله، ياقة البلوفر بالشكل ده كده.
حابة اقول لكم ان احنا هنشتغل الياقة بتاعة البلوفر بإبرة مقاس 4.5 مليمتر. هنشتغل في الاول دور من الحشو عشان هنبني الدور ده، هيكون بناء لغرزة البليسيه زي ما عملنا في الاكمام بالظبط وزي ما عملنا في نهاية البلوفر. تمام. هنبدأ دلوقتي ان احنا نوصل الخيط ونشتغل دور من الحشو. هنبدأ مع بعض نعمل عقدة بالشكل ده كده، وهنفتح الزرار كده بالشكل ده، وهندخل من الجزء ده من، شايفين ده عقدة البداية، ده الدور الاولاني اللي انا بدأت فيه. هنبدأ ان احنا نوصل الخيط بالشكل ده كده، وهنرتفع سلسلة، وهنبدأ ندخل في كل الغرز اللي عندي زي ما احنا شايفين كده، ونعمل فيها غرزة حشو. كل الغرز اللي عندي هندخل فيها ونعمل حشو بالشكل ده كده. وهنكمل بنفس الطريقة فوق كل غرزة حشو واحدة بس لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي في الدور هبدأ ان انا اعمل فيها حشو بالشكل ده كده. تمام، خلاص انا عملت في كل الدور ده، في كل الغرز عملت فوق كل غرزة حشو واحدة بس. هبدأ ان انا دلوقتي اعد من اول هنا. هعد 20 غرزة، وهعد زيهم برضو من اول هنا 20 غرزة، وهعلمهم بماركر عشان ال20 غرزة من الجنب ده وال20 غرزة من الجنب ده. انا هبدأ هنا هعمل تزايد، وهكمل الشغل بتاعي عادي بدون تزايد بعد ال20 غرزة، بدون اي تزايد ولا تناقص. وبعدين لما اوصل لحد الماركر هبدأ ان انا اعمل تناقص عشان يبقى الشكل زي ما انا بدأت زي ما انا نهيت بالظبط. فانا هعلم من اول الدور 20 غرزة، ومن اخر الدور هعلم برضو 20 غرزة بماركر، وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما علمت 20 غرزة من الجنب ده و20 غرزة زيهم برضو من الجنب ده. هنبدأ دلوقتي نعمل الغرز البليسيه. هبدأ ان انا الف الشغل بتاعي بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هسيب اول سلسلة عندي وهشتغل في تاني سلسلة حشو بالشكل ده كده، 1 2. وهقفل بمنزلقة في اول، زي ما احنا اتعودنا في كل الادوار اللي احنا اشتغلنا فيها غرز البليسيه ان احنا بنقفل بمنزلقة في غرز الحشو اللي احنا عملناها. هبدأ ان انا الف الشغل بتاعي، ومن هنا هبدأ ان انا اعمل التزايد. هعمل التزايد في اول سلسلتين عندي من بعد ما هلف الشغل، من بعد الاتنين منزلقة هبدأ ان انا اعمل الاتنين تزايد. طبعا بنشتغل في الحلقة الخلفية. ادي 1، الغرزة الاولانية عملت فيها غرزتين حشو، والغرزة التانية في الحلقة الخلفية هعمل فيها 2 حشو. ادي 1 2. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهشتغل فوق كل غرزة واحدة بدون اي تزايد، لان الدور ده مش بتاع التزايد. يبقى السلسلتين اللي انا بدأت بيهم بقوا دلوقتي معايا 4. تمام. هبدأ ان انا اقفل بمنزلقة في الغرزتين اللي جايين عندي اللي انا كنت مشتغلة فيهم قبل كده حشو. تمام. هلف الشغل بتاعي، والدور ده هعمل تزايد في اول غرزتين عندي من بعد المنزلقة. ادي 1، اول واحدة هدخل الابرة بتاعتي في الحلقة الخلفية وهعمل فيها 2 حشو، واللي بعديها برضو هعمل فيها 2 حشو. تمام. والغرزتين اللي بعدهم عادي هعمل فيهم حشو بدون تزايد. ارتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي، وبرضو هشتغل فوق كل غرزة واحدة بدون اي تزايد بالشكل ده كده.
وزي ما احنا متعودين هنقفل بمنزلقة في الغرزتين 1 2، وهنلف الشغل بتاعنا. وبرضو اول غرزتين هيقابلوني في الدور هبدأ ان انا اعمل فيهم 2 حشو، 1 2. تاني غرزة هعمل فيها برضو 2 حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، وبقية الدور هعمل حشو عادي خالص بدون اي تزايد. اتمنى الفيديو يكون واضح. واخر غرزة عندي هعمل فيها حشو، هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي وهشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة واحدة في الحلقة الخلفية. وبعد كده هقفل برضو بمنزلقة في غرزتين حشو من الدور اللي انا اشتغلته حشو. هلف الشغل بتاعي واول غرزتين عندي في الدور اشتغل فيهم تزايد 1 2. الغرزة التانية برضو هشتغل فيها 2 حشو بالشكل ده كده. هدخل بعديها في الحلقة اللي بعديها على طول واشتغل حشو عادي بدون تزايد 1، وهكمل في كل الغرز اللي عندي في الحلقة الخلفية هشتغل فيها حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. ارتفع سلسلة، ولو جينا نعد واحنا بنشتغل هنلاقي ان السلسلتين اللي انا كنت بدأت بيهم في بداية الدور بقوا دلوقتي نعد ونشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضو هنقفل بمنزلقة 1، الغرزة اللي بعديها على طول برضو منزلقة، وهنلف الشغل بتاعنا وهنشتغل فوق كل الغرزتين بتوعي هشتغل فيهم تزايد. اول غرزتين تزايد وباقي الدور بدون تزايد. دي تاني غرزة من غرز التزايد، وهنكمل بقية الدور بدون تزايد. ارتفع سلسلة وهنكمل. بصوا بدأ الشغل ياخد معانا الشكل ده ازاي. هنكمل بنفس الطريقة. الغرزة او الدور اللي انا هعمل فيه من هنا سلسلة هرجع فيه بدون اي تزايد. الدور اللي انا هقفل فيه بمنزلقة في الاتنين حشو عندي هبدأ بعديها واعمل في اول غرزتين تزايد. احنا هنفضل نشتغل بنفس الشكل ده في التزايد لحد ما يبقى معايا في الادوار دي 20 غرزة. يعني احنا عدينا مع بعض طلع معايا 10 غرز، هنكمل بنفس الطريقة لحد ما يبقى معايا 20 غرزة، ولحد الماركر بتاعي يبقى معايا 20 غرزة. انا هكمل بنفس الطريقة فوق اول غرزتين بس من بعد المنزلقة اللي هعمل تزايد، لكن الادوار التانية مش هعمل فيها تزايد. الدور اللي انا بعد اما اعمل السلسلة وارجع تاني عشان اعمل منزلقة مش هعمل تزايد في الدور ده. هكمل لحد ما يبقى معايا 20 غرزة حشو وهرجع لكم.
وصلت معاكم دلوقتي لاخر دور عندي هعمل فيه تزايد. هبدأ ان انا اعمل منزلقة 1 2 وهلف الشغل بتاعي، وده اخر دور هعمل فيه تزايد. انا بالفعل معايا 18 غرزة من الحشو. هبدأ ان انا ادخل في الغرزة، اول غرزة عندي بالشكل ده كده، وهعمل فيها 2 حشو 1 2، والغرزة اللي بعديها على طول وهعمل فيها 2 حشو. بعد كده هكمل عادي خالص فوق كل غرزة غرزة واحدة من الحشو بدون اي تزايد ولا تناقص بالشكل ده كده. واخر غرزة عندي هبدأ ان انا اعملها، وبعد كده ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهنبدأ نعد دلوقتي. مفروض يبقى معايا في الدور ده 20 غرزة من الحشو. هنبدأ نعمل اول واحدة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اخر غرزة عندي، وهبدأ ان انا اشيل الماركر بتاعي وهعمل مكان الماركر منزلقة وبعديها كمان منزلقة بالشكل ده كده. من اول هنا احنا مش هنبدأ نعمل تزايد تاني، خلاص احنا ده العرض المناسب للياقة. بالنسبة لي ده مناسب. لو انت حابة ان هي تكون اعرض من كده هتعملي مثلا، ممكن تعملي 22، تتوقفي لحد 22 24 26 وهكذا. انا بالنسبة لي العرض ده مناسب، وهبدأ اشتغل بعد كده فوق كل غرزة من الحشو غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل للماركر بتاعي بالشكل ده كده. هبدأ ان انا فوق كل غرزة عادي خالص، فوق كل غرزة غرزة من الحشو في الحلقة الخلفية لحد ما نوصل للماركر بتاعنا عشان نعمل تناقص. يعني احنا بدأنا نتزايد، كان معانا 2 سلسلة بدأنا نتزايد فيهم لحد ما وصلنا ل20. لما نوصل برضو للماركر، من بعد الماركر هنبدأ ان احنا نعمل تناقص لحد ما نوصل للنهاية لحد سلسلتين بس، زي ما بدأنا زي ما انتهينا. زي ما بدأنا في يعني بدأنا بسلسلتين وعملنا فيهم 2 غرزة حشو، هننتهي برضو في بغرزتين حشو مش اكتر من كده. انا هكمل عادي خالص بدون اي تزايد ولا تناقص من اول هنا لحد ما اوصل للماركر بتاعي بدون اي تزايد ولا تناقص، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل الماركر هبدأ ان انا اعملهم حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، وبعدين هشيل الماركر بتاعي وهقفل بمنزلقة بالشكل ده كده، والغرزة كمان اللي بعد الماركر هقفل فيها بمنزلقة. هبدأ ان انا الف الشغل بتاعي
ومن هنا هنبدأ ان احنا نعمل التناقص. هنعمل التناقص زي ما احنا كنا دايما بنعمل التزايد بعد غرز المنزلقة اللي بنعملها في غرز الحشو بتاعتنا، برضو هنبدأ نعمل التناقص في نفس الاتجاه ده. تمام. احنا كنا بنتزايد في اول غرزتين عندي في الدور، بنعمل فيهم في كل غرزة 2 حشو، فهنبدأ برضو ان احنا نتناقص في اول غرزتين عندي في الدور. ادي 1 ادي 2 كده، انا عملت تناقص، دخلت في اول غرزتين عندي في الحلقة الخلفية، سحبت خيط من اول واحدة وسحبت خيط من تاني واحدة، وبعدين هسحب خيط واطلع من التلاتة مرة واحدة. هبدأ ان انا اعمل في الغرزتين اللي جايين عندي برضو في الحلقة الخلفية، هبدأ ادخل في الغرزة عندي واسحب خيط، وادخل في الغرزة اللي بعديها على طول واسحب خيط، بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هسحب خيط واطلع منهم هما التلاتة مرة واحدة. وبعد كده هكمل عادي خالص فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. بالشكل ده كده لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي في نهاية الدور هبدأ ان انا اعملهم حشو عادي في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وهرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل عادي خالص في الحلقة الخلفية. ولو عدينا في الدور ده هنلاقي ان هما 18 غرزة حشو، يبقى كده احنا عملنا تناقص في غرزتين. بالشكل ده كده هكمل لحد ما اجي للدور بتاع المنزلقة. وصلت معاكم لاخر غرزتين عندي قبل اما اعمل منزلقة في غرز الحشو، هبدأ ان انا اعملهم فوق كل غرزة غرزة عادي خالص، وبعدين هقفل بمنزلقة 1 2، وهلف الشغل بتاعي. وزي ما احنا متعودين ان احنا بعد المنزلقة هنعمل تناقص، يبقى اول غرزتين عندي هعمل فيهم تناقص اخليهم غرزة واحدة، وتاني غرزتين برضو هعمل فيهم تناقص واخليهم غرزة واحدة، وهكمل عادي في بقية الدور فوق كل واحدة حشو واحدة حشو برضو في الحلقة الخلفية. ووصلت معاكم لاخر غرزتين عندي في الدور، هبدأ ان انا اعملهم حشو عادي خالص في الحلقة الخلفية. وبعدين هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل فوق كل غرزة حشو واحدة بس في الحلقة الخلفية بنفس الطريقة كده لحد ما نوصل لاخر غرزتين عندي قبل اما نوصل للغرز بتاعة المنزلقة. ووصلت معاكم لاخر غرزتين عندي قبل اما اعمل المنزلقة، هبدأ ان انا اعملهم حشو عادي في الحلقة الخلفية، ومفروض الدور ده يبقى معايا 16 غرزة حشو. هبدأ ان انا اعمل منزلقة 1 2، وبعدين هلف الشغل بتاعي، وبرده في اول غرزتين عندي هعمل تناقص اخليهم غرزة واحدة بس، وفي تاني غرزتين عندي هعمل فيهم تناقص واخليهم غرزة واحدة بس، وهكمل عادي خالص فوق كل غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. اتمنى الفكرة تكون واضحة. احنا بنعمل تناقص امتى بالظبط؟ زي ما كنا بنتزايد على طول احنا هنعمل تناقص بنفس الطريقة. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في كل غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. والمفروض ان انا الدور ده يبقى معايا 14 غرزة حشو. ووصلت معاكم لاخر غرزتين عندي قبل اما اعمل المنزلقة، هبدأ ان انا اعملهم في الحلقة الخلفية حشو عادي خالص، وبعد كده هقفل بمنزلقة
في غرز الحشو بتاعتي. هلف الشغل بتاعي، وبرده اول غرزتين هيقابلوني هعمل فيهم تناقص، هخليهم غرزة واحدة بس، والغرزتين اللي بعدهم برضو على طول هعمل فيهم تناقص وهخليهم غرزة واحدة بس. وبعد كده هكمل عادي خالص فوق كل غرزة غرزة واحدة بنفس الطريقة. وزي ما انا وضحت في الفيديو ان احنا كنا ارتفعنا في الاول خالص بسلسلتين واشتغلنا فيهم غرزتين حشو، بدأنا نعمل فيهم تزايد لحد ما 4 6 8 وهكذا لحد ما وصلوا معايا 20. وكده برضو احنا هنقعد نتناقص لحد ما يوصل معايا الشغل لغرزتين حشو زي ما انا بدأت بيهم في بداية الدور. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهكمل. ووصلت معاكم لاخر غرزتين عندي في الدور، هبدأ ان انا اعملهم عادي خالص. والدور ده مفروض يبقى معايا 12 غرزة حشو. هبدأ ان انا اعمل منزلقة بالشكل ده كده، وهداير الشغل بتاعي وهشتغل برضو في اول غرزتين هيقابلوني هعمل فيهم تناقص 1 2، والغرزتين اللي بعديهم على طول برضو هعمل فيهم تناقص بالشكل ده كده، وهكمل عادي خالص في بقية الدور. ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهكمل بنفس الطريقة. المفروض الدور ده يبقى معايا 10 غرز حشو. وبعد كده هقفل بمنزلقة في الغرزتين اللي جايين في الدور 1 2، وهلف الشغل بتاعي وهشتغل برضو في اول 2 عندي هيقابلوني هشتغل فيهم تناقص، وتاني غرزتين برضو هشتغل فيهم تناقص بالشكل ده كده، وهكمل عادي خالص في بقية الغرز بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل بتاعي وهكرر بنفس الطريقة. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي هبدأ ان انا اعملهم، والمفروض الدور ده يبقى معايا 6 غرز من الحشو. هبدأ ان انا اعمل منزلقة بالشكل ده كده 1 2، وهلف الشغل بتاعي وهعمل برضو زي ما احنا عملنا في الادوار. اول غرزتين هعمل فيهم تناقص، وتاني غرزتين هعمل فيهم تناقص برضو بالشكل ده كده، والغرزتين الباقيين هعمل فيهم حشو عادي خالص 1 2. وبعدين هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي واشتغل عادي خالص. 3 4، وبعد كده هقفل بمنزلقة في الغرزتين دول بالشكل ده كده، وهلف الشغل بتاعي والاربع غرز بتوعي دول هعملهم غرزتين، هعمل تناقص في اول 2 وتناقص في اخر 2 بالشكل ده كده.
وبعد كده ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي واشتغل فوق كل غرزة الحلقة الخلفية غرزة واحدة بس. وبعدين هعمل منزلقة، واحد، خلاص عملت في اول غرزة منزلقة، تاني غرزة واخر غرزة عندي هعمل فيها منزلقة بالشكل ده كده، وهرتفع بسلسلة وهقص الخيط، وبقت معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. الياقة بتاعتنا بقت معانا بالشكل ده كده. نقفل الزراير عشان تبان اكتر. بقت معايا بالشكل ده كده. طبعا الخيوط دي احنا هننضفها مفيش فيها مشكلة خالص. وبقت معايا الياقة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. احنا بالفعل عملنا دي، كان اخر حاجة خالص في البلوفر ان احنا هنعملها، ان احنا هنعمل الياقة. لو انت حابة انها تكون اعرض من كده مفيش مشكلة، ما توقفيش التزايد بس عند 20 سلسلة، ممكن توقفي التزايد مثلا عند 22 24 26 مثلا التزايد، وهتفضلي مكملة لحد ما توصلي للارتفاع او للعرض اللي انت حباه. انا ده العرض ده مناسب ليا خالص، انا شايفاه ان هو مناسب تمام. فدي كانت اخر حاجه، ناقص بس اخر حاجه في البلوفر، وهي ان احنا هننضف كل الخيوط اللي جوه البلوفر اللي احنا عملناها. كل الخيوط اللي من الداخل دي هنحاول ان احنا ننضفها بابره التنظيف عادي خالص. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير، وتسيبوا لي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم وهرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.